لما نيجي نقول على حاجة اوريجينال لازم يتوفر فيها الاربع شروط دول. مبدئي، ليست ثانوية او مقلدة، اول نسخة من اي حاجة هيتعمل لها نسخ بعد كده، فكرة او عمل مستقل بذاته. ولو اي شرط من الشروط دي وقع بيبقى الحاجة دي مش اوريجينال باي شكل من الاشكال، وبتبقى مقتبسة من شيء تاني. كلام يبان مجعلص شوية، ولكن انا هبسط لك الموضوع. انت لما بتيجي تقول على حاجة اوريجينال، ايه اول حاجة بتيجي في بالك؟ ان الحاجة دي اصلية. وايه المعنى لكلمة اصلية؟ ان مفيش حد عملها قبل كده. مبدئي، ولو الحاجة دي من براند مشهور زي اديداس او نايك او اي براند من البراندات المعروفة دي، بتبقى عارف ان الحاجة اللي بتشتريها دي بتبقى اول نسخة عملتها الشركة المصنعة. في عاملين مهمين جدا انت نسيت تفكر فيهم. اول حاجة ان الحاجة دي ما تكونش متقلدة، واتنين انها تكون فكرة او عمل مستقل بذاته. وده يودينا للنقطة اللي انا عايز اوصلها لك. هل تفتكر ان اي منتج انت بتلاقيه او بتشتريه حتى لو كان من براند مشهور فعلا اصلية؟ اختراع جميل زي الليد اللي بالجنب ده، واللي بالمناسبه اقدر اغير اضاءه فيه زي ما انا عايز. ممكن اخليه بنفسجي، ممكن اخليه ازرق، ممكن اخليه اخضر، ممكن اخليه اي لون انا عايزه. هل تفتكر اختراع زي ده عمره ما اتعمل قبل كده؟ يعني خلينا نفكر، ايه الهدف من اختراع حاجه زي الليد؟ ان هو يوفر اضاءه بس بشكل كول ويدي شكل جمالي مش بطال. بس الهدف الاساسي منه هو توفير الاضاءه. وهل بقى تفتكر ان فكره توفير الاضاءه دي في حد ذاتها اوريجينال؟ اكيد لا، لان فكره توفير الاضاءه دي في حد ذاتها حد عملها قبل كده. الشخص اللي عمل كده ما كانش توماس اديسون. توماس اديسون هو اللي اخترع المصباح الكهربي، واللي كان هدفه زي هدف اخترعوا الليد بالظبط، ان هو يوفروا اضاءه بس عن طريق الكهرباء. لكن في الحقيقه اللي اكتشف حاجه زي كده او اللي عمل حاجه زي كده كان الموضوع من زمان قوي. الموضوع بدأ مش في القرن ال17 ولا ال16 ولا حتى في بداية التاريخ الميلادي. فكرة إن يبقى في مصدر للضوء من مصدر طاقة خارجي كان لما مجموعة من البشر مسكوا خشبة وكبريت وابتدوا يحطوهم في بعض لحد ما فجأة اكتشفوا النار. انا الصراحه مش عارف الموضوع ابتدى امتى بالظبط، بس انت لو حابب تعرف ممكن تروح تسيرش انت على النت. بس قبل ما تسيرش على النت اتاكد انك مشترك على القناه واعمل لايك لو انت مش عامل، لان ده فعلا بيساعد. اوكي، نرجع تاني للموضوع. استنى بس كده بعد اذنك، قبل ما تقول اي حاجه تانية. هو انت عايز تقول لي ان الاختراع اللي اخترعه توماس اديسون ده مش اصلي؟ تزعلش مني بس دي الحقيقه يا صديقي. بص، انت باين عليك عبيط ومش فاهم اي حاجه في اللي انت بتقوله ده. يا مان افهم، انا مش بقلل من اختراع عظيم كده كده وغير من شكل البشريه، بس اللي بتكلم فيه مش شرط ان عشان الاختراع يبقى عظيم لازم يبقى اوريجينال، لان في الحقيقه مفيش حاجه اسمها اوريجينال. يعني ايه مفيش حاجه اسمها اوريجينال؟ طيب هديلك مثال تاني يمكن تفهم قصدي. ايه اكتر عمل سينمائي او سلسله افلام انت بتحبها؟ انا ممكن اقول على فكره. قول. بص، انا بحب مارفل جدا جدا، وشايف ان شخصيه دكتور سترينج اعظم شخصيه في الموجوده في العالم ده، ومفيش حد عمل زي كده قبل كده. بص، انا ما عنديش اعتراض مع سلسله الافلام دي، ومش معترض ان شخصيه دكتور سترينج شخصيه عظيمه جدا وفكرته كويسه جدا، بس للاسف مش اوريجينال. قبل ما اي حد فيكم يقول اي حاجه هقول لك ليه مش اوريجينال. يلا اتفضل قول لنا دي كمان ليه مش اصليه. هو دكتور سترينج او سبايدر مان او ايرون مان او اي شخصيه من الشخصيات دي عباره عن ايه؟ عباره عن سوبر هيروز. بالسوبر هيروز معاهم ايه؟ سوبر باورز. شيء بديهي جدا. بالظبط. هل بقى فكره السوبر باورز دي عمرها ما اتعملت قبل كده او ما فيش حد اتكلم عنها قبل كده خالص؟ قبل ما حد فيكم يرد عليا خلونا نرجع بالزمن زمان قوي، ايام الحضاره الاغريقيه. سمعت عن الهه الاغريق؟ قبل ما حد فيكم يقوم يقول برضو اي حاجه، كده كده لا اله الا الله، بس انا اللي بتكلم عنه الالهه اللي فوق الاغريق او اخترعوها، زي اثينا وهيدس وزوس والشخصيات دي كلها. ايه اللي كان بيميز الشخصيات دي عن الباقي؟ ان هم مش بشر طبعا. ايه؟ في انا عملت ايه؟ اخلص انت دلوقتي، انا فهمت قصده خلاص. انت تقصد ان هم معاهم سوبر باورز. الله ينور عليك. وده يخلي ان فكره اي سوبر هيرو تيجي بعد كده مش اصليه، لان السوبر هيرو معتمد على السوبر باورز، وفكره السوبر باورز ذات نفسها اصلا تم تاليفها من الاف السنين. والكلام ده تقريبا ينطبق على كل حاجه بنشوفها في حياتنا، سواء الاسانسيرات، سواء السلالم الكهربيه. 99.9% من الحاجات اللي بنشوفها وبننبهر بيها، سواء كانت اختراع عظيم غير من شكل البشريه او حاجه سهلت علينا حياتنا، مش اوريجينال، وما هي الا تطوير الفكره الاصليه. السلالم الكهربائيه ما هي الا تطوير
فكره السلالم نفس الموضوع بالنسبه للاسانسير، بس فكره ان هي مش اصليه او انها مش اوريجينال وما هي الا تطوير لفكره اصليه مش بيقلل ابدا من الاختراع ده. بالعكس حاجه زي كده بتعظم من الفكره الاصليه اللي تم تطويرها وبتميز التعديل اللي حصل على الفكره دي. نرجع تاني للمصباح الكهربي. هو انت كنت بتناديني؟ لا مش بكلمك انت، ما تخافش مش بكلمك. يعني هو انت ما ناديتنيش؟ لو هناديك اقول لك يا لمبه، مش هقول لك يا مصباح الكهربي. تمام؟ مش محتاج اي حاجه، ها؟ لو احتاجناك في اي حاجه هبقى اناديك، ما تخافش. ماشي. اوكي. المصباح الكهربي تم اختراعه سنه 1879 ميلاديا. انا بس عايزك تتخيل معايا ان احنا قعدنا 1879 سنه ميلاديه، ده غير السنين اللي كانت قبل الميلاد، لحد ما وصلنا لاختراع زي ده. وبعدها ب 144 سنه بس بقينا نتكلم عن كمبيوترات واي اي وعن اختراعات تانية كتير. فاختراع زي ده فتح لينا ابواب كتير جدا لاختراعات تانية كتير جت بعد كده. وبالمناسبه الاي اي والكمبيوترات من الحاجات القليله جدا جدا اللي ممكن نقول عليها اوريجينال اخر 100 او 200 سنه. تمام، نرجع بقى للنقطه اللي انا عايز اوصلها لك من بدايه الفيديو. ما تخليش اللي موقفك انك تعمل اي حاجه في حياتك ان الحاجه اللي انت عايز تعملها دي تبقى اوريجينال وان مفيش حد عملها قبل كده، لان من المستحيلات او من شبه المستحيلات ان انت توصل لحاجه اوريجينال، لان اي حاجه ممكن تيجي على بالك غالبا تم طرح فكرتها او انشائها من مئات ان لم تكن من الاف السنين. الاهم من ان انت تركز على انك تعمل حاجه اوريجينال، ركز على ان انت تعمل حاجه يونيك او فريده من نوعها. معلش هنرجع اخر مره والله للمصباح الكهربي. يا عم والله ما بناديك، والله قلت لك لو ناديتك اقول لك يا لمبه. يعني انت متاكد مش محتاج مني اي حاجه؟ لا مش محتاجين حاجه، شكرا. طيب ماشي، سلام. تمام، احنا كنا وصلنا ان اختراع زي المصباح الكهربي ده ما هو الا تطوير لحاجات كانت قبله. بس هل حد عمل الاختراع ده قبل كده؟ اكيد لا، وده يخليه بطبيعه الحال فريد من نوعه او يونيك، لان دي كانت ساعتها اول مره نشوف اختراع بالمنظر ده. وزي ما قلت لك فتح ابواب كتير جدا لاختراعات جت بعد كده. وحاجه زي كده كمان تخلي ان اختراعك الفريد من نوعه ده ممكن يبقى افضل 1000 مره من ان انت تعمل حاجه اوريجينال. والموضوع بالمناسبه مش متعلق بس بالاختراعات والحاجات اللي هتغير من شكل البشريه، ممكن تكون فكره فيلم او مسلسل انت حابب تعملها، فكره كتاب او قصه انت حابب تكتبها، وكل همك انك خايف ان حد يقول ان الحاجه اللي انت عاملها دي تكون مقتبسه من حاجه تانية، او فكره قناه على اليوتيوب وكل همك ان انت ما تبانش زي محمود اسماعيل. في النهايه اعمل الحاجه اللي هتخليك مميز. مش لازم يبقى كل همك متعلق بان انت تعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده، ومش عيب ان انت تبقى مقتبس من حد او بتحاول تقلد حد، بس الاهم من كل ده انك لما تيجي تعمل الحاجه دي ان انت تضيف الحاجه اللي هتخليك مميز عن باقي الناس. وبالمناسبه الفيديو ده مش اوريجينال.